لو فاكر انك مش هتطلع بحاجه جديده علشان هنتكلم النهارده على فيلم هاف جات ميل واللي ممكن تكون اتفرجت عليه قبل كده كتير، فحب اقولك يا عزيزي انك غلطان، لاننا في فلاش باك فعلا بنتكلم على افلام قديمه لكن بشكل جديد. خليكم معايا، انا كريم الخولي وده فلاش باك. يا روايح الزمن الجميل هفهفي وخدينا للماضي وسحره الخفي. بتبدا الحكايه مع كاسلين كيلي بطلة قصتنا، واللي عندها محل صغير للكتب ورثته عن امها، واللي تقريبا عاشت حياتها وذكرياتها كلها فيه. كاسلين على علاقه بفرانك الصحفي والناقد بجريده الاوبزرفر، وفي نفس الوقت كاسلين ليها صديق على الانترنت بتتكلم معاه بقالها فتره، هما تقريبا متوافقين جدا وفي بينهم حاجات كتير جدا مشتركه. كاسلين اسمها على الانترنت شوب جيرل، وصديقها اسمه NY 152. وبعد كده نيجي لبطل قصتنا جو فوكس. جو الابن الاصغر لعائله فوكس، اصحاب امبراطوريه فوكس لبيع الكتب. هو على علاقه بباتريشيا، وفي نفس الوقت هو ليه صديق على الانترنت بيتكلم معاها في كل حاجه، وفي ما بينهم توافق كبير. جو اسمه على الانترنت NY 152 واسم صديقته شوب جيرل، علشان نكتشف ان جو وكاسلين بيتكلموا مع بعض بقالهم فتره، لكن مفيش حد فيهم يعرف شخصيه التاني. المشكله بقى هنا ان جو فوكس وعيلته هيفتحوا محل كبير جدا للكتب قصاد محل كاسلين بالظبط، وده طبعا بيهدد وجود محلها، وبيعرضوا انه ممكن يقفل بسبب صعوبه المنافسه مع محل كبير زي محلات فوكس العملاقه. ولان جو بيزنس مان شاطر، فراح لمحل كاسلين علشان يدرس المنافس بتاعه، وخصوصا انه محل موجود من عشرات السنين في الحي وليه زباين كتير، وهو المحل الوحيد الصامد في الحي لحد دلوقتي وما قفلش. فجو بيروح لمحل كاسلين علشان يدرسه، وطبعا بيخبي عنها انه جو فوكس اللي ممكن يتسبب في ان محلها يفلس ويقفل. وهو هناك بيقابلها، والغريب انه بيعجب بيها اول ما بيشوفها على ارض الواقع، مع انه ما يعرفش انها البنت اللي بيكلمها على الانترنت من فتره، وهي برضه بتتشد ليه اول ما بتشوفه. ومع افتتاح محل فوكس اللي بيقدم حاجات كتير مش بيقدمها محل كاسلين، فكل اللي شغالين معاها بيبقوا قلقانين من تاثير افتتاح محل فوكس عليهم. لكنها ما كانتش قلقانه، لانها كانت عارفه ان محلات فوكس ممكن تكون بتبيع ارخص، لكنهم جاهلين بالحاجه اللي بيبيعوها، وان مفيش اي رابط ما بينهم وبين زباينهم زي ما كان كاسلين وامها كانوا بيعملوا. بعد كده كاسلين بتروح مع صديقها حفله، وهناك بتقابل جو بالصدفه، واللي بتعرف ان جو فوكس اللي بيهدد وجود المحل بتاعها، وده بيخلي يظهر حاله من العداء اللذيذ ما بين شخصيه جو وكاسلين. هو شايفها انسانه متكبره ومستفزه، وهي شايفاه انسان قاسي خالي من الاحاسيس. المفارقه هنا ان كل من كاسلين وجو اول ما كل واحد راح بيته راح حكى للتاني اللي حصل معاه، وهم مش عارفين حقيقه ان كل واحد فيهم بيشتكي من شخص للشخص نفسه. بعد كده بتستمر المفارقه الجميله دي بان كاسلين وجو بيحاولوا يهربوا من بعض طول اليوم، لكن شوب جيرل NY 152 بيتلاقوا كل يوم بالليل على الانترنت. وفي مره من المرات لما ابتدت كاسلين تشعر بخطر محل فوكس العملاق على محلها المتواضع، حكت لجو على الانترنت على انها بتواجه مشكله في شغلها، وطلبت انه ينصحها تعمل ايه. NY 152 قال لها جمله مقتبسه من فيلم الاب الروحي، وهي هجم العدو. Except to say, go to the mattresses. والمفارقه برضو ان جو لما قال لها النصيحه دي ما كانش يعرف ان هو نفسه العدو اللي بيطلب من كاسلين انها تهاجمه. فكاسلين بتاخد من نصيحته وبتعمل محاولات كتير علشان تحافظ على بقاء محلها، لكن كل محاولاتها بتبوء بالفشل. ولما كل السبل بتنقطع بيها بتلجأ لصديقها الوحيد NY 152 او جو، وبتطلب منه انها تقابله. Do you still want to meet me? I would love to meet you. Where? When? وبتستمر المفارقه الغريبه واللي ممكن نسميها لا مهرب منك الا اليك. المهم ان كاسلين وجو بيتفقوا انهم لازم يتقابلوا على ارض الواقع، وكل واحد فيهم بقى بيحلم باليوم اللي هيشوف فيه التاني، وهما مش عارفين انهم متنافسين على ارض الواقع متحابين على الانترنت. فكاسلين بتروح مكان المقابله قبل جو وبتفضل مستنياه، لكن جو بيكتشف ان شوب جيرل اللي بيكلمها بقاله فتره هي نفسها كاسلين اللي كان بيخطط انه يقفل المحل بتاعها. فبيقرر جو انه يمشي وما يكلمهاش، لكنه بيرجع تاني وبيتكلم معاها، لكن مش بيقول لها انه الشخص اللي بيتكلمه على الانترنت. وبعد كده بيسيبها وبيختفي يومين، بيرجع يكلمها تاني على الانترنت ويعتذر ليها على اللي حصل وانه ما قدرش انه يقابلها. بعد كده كاسلين بتحاول انها تكون صديقه مع نفسها وبتنفصل عن صديقها، ونفس الحكايه بالنسبه لجو اللي بينفصل برضه عن صديقته. كاسلين بعد كده الامور بتسوق معاها وبتضطر انها تقفل المحل بتاعها. ولما بعد كده جو بيتاكد ان كاسلين هي الشخص المناسب ليه وانها هي اللي بيدور عليها طول حياته، فبيحاول انه يقرب منها، لكن بشخصيه جو مش بشخصيه NY 152، وبيستغل معرفته بشخصيه كاسلين علشان يقرب منها. فيا ترى
جو هيقدر يخلي كاسلين تحب شخصيه جو زي ما حبت شخصيه NY 152؟ ويا ترى هيبقى عنده شجاعه كافيه انه يواجهها بالحقيقه، وهي هتتقبل حقيقه ان NY 152 اللي بتحبه هو جو اللي قفل المحل بتاعها ولا لا؟ وده اللي هنعرفه لما نتفرج على الفيلم. الفيلم بيدور عن قصه حب ما بين اتنين بيتقابلوا على الانترنت مع حبكه مليانه مشاعر واحاسيس جميله، لكن دي الفكره اللي بتوصل لمعظم اللي اتفرجوا على الفيلم. لكن بما اننا في فلاش باك فلازم نفكر بشكل مختلف. فمثلا الفكره اللي فهمتها واللي حسيت ان الفيلم قائم عليها، وهي ان الفيلم بيعرض فكره ان كل واحد فينا عنده شخصيه داخليه، وبيحيط الشخصيه دي بقشره خارجيه مختلفه عن شخصيته الداخليه، والقشره دي بتكون غالبا نتاج للظروف المحيطه، وبتبقى غالبا مختلفه عن شخصيته الداخليه. فاحنا من المفترض ما نحكمش على الناس من قشرتهم الخارجيه، وندي لنفسنا فرصه ان نخترق القشره دي، لاننا ممكن نوصل لشيء جميل زي كاسلين وجو بالظبط. جو كان شايف فيها انسانه متعجرفه ومستفزه، وهي كان شايفها فيه انسان متبلد الاحاسيس وقاسي، لكنهم في نفس الوقت على الانترنت كانوا بيشيلوا القشره الخارجيه اللي محطوطه حوالين شخصيتهم الحقيقيه، وبيتعاملوا مع بعض بدون اي حواجز او حسابات. وعلشان كده حبوا بعض قبل ما يتقابلوا. ولو فرضنا جدلا ان كاسلين وجو اتقابلوا مع بعض بدون ما يكون في لقاء سابق ما بينهم على الانترنت، كانوا بالتاكيد هيبقوا اعداء، لانهم حكموا على بعض من خلال القشره الخارجيه لكل واحد فيهم. الحاجه الثانيه اللي لازم ندور فيها هو ايه سبب حب جيلنا للفيلم ده. انا بعد التفكير لقيت سببين. اولهم ان حب جيلنا للفيلم ده مش هيشعر بيه غير اللي عاش الفتره دي، مش هيحس بيه غير اللي عاش فتره المحلات الصغيره اللي زي محل كاسلين، واللي كانت موجوده قبل ظهور المحلات الكبيره والمولات، واللي كان بيبقى فيه رابط ما بيننا وبين صحابها مش بنحس بيه دلوقتي. مش هيحس بقيمه الفيلم غير اللي عاش الفتره دي وحس بقيمه المشاعر البسيطه بدون اي تكلف، وبفرحه قلوبنا لما كان بيوصل لنا رساله من شخص بنحبه، ووقع صوت الرساله لما بنسمعه وتاثيره في قلوبنا، زينا زي كاسلين وجو لما كانوا بيفرحوا لما كانوا بيسمعوا جمله You have got mail. مش هيحس بجمال الفيلم غير اللي هيحس بجمال ميج راين الطبيعي بدون اي عمليات تجميل. وانا اكاد اجزم ان الفيلم ده لو اتعرض دلوقتي في السينمات مش هينول نفس النجاح اللي حصل عليه زمان، وان محدش هيدخله برضه غير جيلنا، لان الجيل بتاع دلوقتي ليه حسابات معقده، وممكن يعتبروا شخصيات زي شخصيه كاسلين وجو شخصيات خياليه وغير واقعيه، وان حبكه الفيلم مش ممكن تحصل على ارض الواقع، مع اننا عمرنا ما حسبناها بالشكل ده. السبب الثاني مش هنقدر نعرفه غير لما نسال نفسنا سؤال، وهو ايه اللي يخلي فيلم بسيط زي ده ينول الاعجاب ده كله؟ الاجابه بقى هنلاقيها في السؤال، وهو انه فيلم بسيط بدون اي تعقيدات، وشخصيات الابطال شخصيات بسيطه مش مركبه. يعني جو مثلا ما عندوش اي خلفيات خلته انسان معقد، وبيستمتع مثلا بتعذيب المحيطين بيه زي شخصيات كتير بنشوفها في الدراما الموجوده الايام دي. كاسلين برضه شخصيه بسيطه وجميله ومريحه، وحبت جو من غير ما تعرف ان جو فوكس الغني الوسيم زي شخصيات كتير برضه بنشوفها دلوقتي. حتى لما كاسلين انفصلت عن صديقها وجو انفصل عن صديقته، انفصلوا بدون اي دراما تاثر على صفاء وبساطه الحبكه والقصه. المختصر ان جيلنا حب الفيلم ده لانه فيلم بسيط ومريح بمشاعر جميله كلنا مفتقدينها، فيلم بيعبر عن ايام جميله عشناها ونتمنى اننا نعيشها من تاني. سلام.